ماما جت يا ولاد، واختي كمان. عايزاني مامتك ماشي، عايزاني اختك ماشي، يا اختي كده ينفع وكده ينفع. تعالي بقى ما اقولك ازاي تعرفي الرجل الانثوي القموص. نقول الاول صفات الرجل الانثوي القموص: خباز، لتات، عجان، خباص، وقاع، لا يعتمد عليه، عايز اكتر ما بيدي، يعني ياخد منك اكتر ما يديكي، ما بيتحملش مسؤولية تصرفاته ولا مسؤولية نفسه، عايز دايما اللي ياخد باله منه. طب ده صفاته عموما. احنا بقى عايزين لو انا مثلا في الشغل ومثلا في زميل ليا معجب بيا او انا معجبه بيه، بنتبادل الاعجاب يعني، وممكن حاسه ان هو عايز يتقدم لي، او انا مثلا عايزه اشوف اللي قدامي ده لو يعني هنستبعد حته انه عايز يتقدم او في اعجاب، ان انا مثلا هل اعتمد عليه في شغل، هل مثلا وانا قاعده ينفع اتكلم قدامه كده واشتكي من حد، عايزه اشتم في مديري مثلا، عايزه اشتم في حد، هل ينفع ان انا اتكلم قدامه؟ تعالي ما اقولك بقى تعرفي ازاي. ومن ضمن صفاته برضو انه قماص، وهيعاملك معامله الند بالند، مش ان انتي انثى وهو راجل، لان هو انثوي، فاللي هو هتخصميني هخصمك، هتتقمصي مني او هتزعلي هتقمص منك، عارفه اللي هو نظام البنات ده كده، هتلاقي نفس الشغل ده يعني. هقولك تعملي اختبار بسيط كده عشان يعني تشوفي منه نظام الكينونة بتاعته ايه بالظبط، عشان تعرفي تتعاملي على الاساس ده. إيه والله لو هيتقدم لك يبقى تجري اجري يا مجدي، ما مالكيش دعوه ولا اكنه موجود في الوجود. إيه ولو في الشغل ومفيش اي علاقه زواج يعني، إيه يبقى ما تعتمديش عليه في اي حاجه، ولو قلت له صباح الخير يبقى كتر خيرك يعني. انت هتدخلي مثلا مكان في الشغل، المكان ده الكل قاعد فيه من ضمنهم هو، فما تفهميش هو عنده احساس ان انت لازم تسلمي عليه، يعني تسلمي عليه بالاسم، عنده احساس الجرانديوز اللي هو الفخامه والتضخيم الذات. فالمهم انت هتقولي السلام عليكم عموما، ومش هتخصيه بالسلام، ولا حتى لو كنت قريبه منه مش هتبصي له وتقولي له السلام عليكم يا فلان، تمام؟ واستني كده بقى مثلا، امشي من الحته مثلا وانت قاعده مثلا في منطقه وهو دخل عليكي، هتلاقي القموص الانثوي القموص ده دخل عليكي، ويعني تعمد لو انت قاعده مثلا لوحدك او حاجه، تعمد انه ما يسلمش عليكي، اللي هو انا بردها لك، انت بقى دخلتي وما سلمتيش عليا بالاسم، انا كمان هدخل بقى ومش هسلم عليكي بالاسم. على عكس بقى لو هو اصلا راجل يعني في صفات الرجوله، هو اصلا هيبقى مقدر حته حاجه زي كده، وعارف انه اصلا مش هيفرق معاه، يعني هو اصلا مش هيفكر انت ليه ما سلمتيش عليه بالاسم. ولو مثلا بيفكر لان هو مثلا مايل في ميل او اعجاب مثلا، فهيقدر حاجه زي كده، وان انت اصلا ما ينفعش تعملي حاجه زي كده، وبالعكس انت هتعلي في نظره، ولما يشوفك في اي حته تانية في نفس اليوم هيسلم عليك عادي ويتعامل معاكي عادي. فاعرفي ان ده راجل مش فارق معاه الحركات دي، حركه البنات القماصه دي. وبعدين تعالي ما اقولك على الحركه المايكرو اللي هو هيعملها بقى.